السيد الرئيس، السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمن المحترمين، أشكركم على هذه الدعوة وعلى منحي هذا الوقت الثمين. قبل نحو 10 سنوات تحدثت في هذا المجلس عن فظائع البراميل المتفجرة والتهجير القسري والإخفاء القسري والحصار وجرائم الحرب الأخرى، وطالبت بإيقاف هذه الجرائم بحق السوريين. وفي هذه السنوات ال10 تغير الكثير من الأشياء، لكن دون أن تتوقف هذه الجرائم، وأخذ العالم يتجاهل مأساة السوريين. وأنا اليوم بنفس المكان وأحمل نفس المطالب لأجدد الدعوة لكم بإنهاء هذه الجرائم وتحقيق السلام. لقد ترددت قبل أن أدعوكم لذلك مجددا، ولكن مسؤوليتي تجاه سوريا تجبرني على الوقوف هنا مرة أخرى. منذ 6 أيام وما تغير خريطة الصراع مع خريطة السيطرة العسكرية على الأرض، تصاعدت الهجمات الوحشية التي يشنها النظام السوري وروسيا والميليشيات الإيرانية العابرة للحدود على السوريين، خاصة في المناطق الخارجة عن سيطرته في شمال سوريا. واستجابت الخوذ البيضاء ل275 هجوما، وأدت هذه الهجمات حتى الآن لمقتل ما لا يقل عن 100 مدني وجرح 360 آخرين، وشردت عشرات الآلاف من السكان أغلبهم من النساء والأطفال. هذه الهجمات استهدفت عمدا المدنيين والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومخيمات المهجرين قسرا. من يتوقع أن تكون دولة عضو في الأمم المتحدة وعضوا دائم في مجلس الأمن مشاركة في هذه الجريمة البشعة، وتأتي بطائراتها قاطعة آلاف الكيلومترات لتشن الهجمات قاتلة على السكان وتدمر المستشفيات والمرافق الحيوية؟ سيداتي وسادتي، إن دولة روسيا التي يشاركنا مندوبها الجلسة في هذا المجلس شنت يوم أمس غارات جوية وحشية أخرجت 4 مشاف في مدينة إدلب عن الخدمة منتهك القوانين والأعراف الدولية، ومن بين المشافي مشفى نساء للتوليد. تخيلوا ما الذي حصل للمرضى. أنا أقول لكم، من بين الحالات التي وثقناها مريضان داخل المشفى توفيا بعد أن توقف جهاز التنفس عنهما في وحدة العناية المركزة جراء الغارات الجوية. ولدينا كل الوثائق والأدلة على هذا الهجوم الوحشي المتعمد. لقد كان يوم أمس أحد أكثر الأيام دموية منذ سنوات. قتل نظام الأسد وروسيا 25 مدنيا أغلبهم أطفال، وجرحوا 66 آخرين. يوم لا يمكن أن أنساه. لا يمكن أن أنسى وجوه الأطفال ونظراتهم بعد أن استهدفت طائرات النظام السوري خيامهم في مخيم قرب إدلب. قد تستغربون يا سادة، لماذا تستهدف طائرات حربية خيمة قماشية وتقتل 7 أطفال ووالدتهم؟ الجواب ببساطة هو القتل ولا شيء آخر. كان الأطفال ينتظرون بفارغ الصبر توديع الخيام والعودة لقريتهم في ريف حماة، القرية التي لا يعرفون إلا اسمها، لكنهم رحلوا ورحلت أحلامهم معهم. وعندما شاهد والدهم ما حصل أصيب بالجنون، فقد كامل عائلته، فقدهم وبقي وحيدا يحمل ذكرياتهم وما بقي من ملابسهم المصبوغة بالدماء. مدينة حلب مدينة التاريخ والحضارة كان لها نصيب من الموت والتدمير السوري الروسي أيضا، فبعد أن تغير ميدان القوى على الأرض لم تعد مدينة حلب والمناطق المحيطة بها تحت سيطرة النظام السوري والميليشيات الإيرانية، ودفع السكان الثمن مرة أخرى بسبب الحل العسكري الذي فرضه النظام السوري وجعله استراتيجية له بدلا من الدفع بحل سياسي. لقد عادت بنا الذاكرة اليوم إلى بداية عملنا في مدينة حلب عام 2013، عندما كانت تنهار البراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين، ونحن نشهد اليوم مرة أخرى سياسة الأرض المحروقة والعقاب الجماعي التي ينتهجها النظام السوري وحلفائه. استجبنا خلال الأيام الماضية لغارات جوية استهدفت المشفى الجامعي
وكنيسة والمناطق السكنية في المدينة والساحات العامة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وأقول هنا إلى أهلي في حلب: نحن معكم وإلى جانبكم، ونشارككم مخاوفكم من المزيد من التصعيد العسكري، ونسعى لنساندكم ونضمد جراحكم. لقد تمكن زملائي من أبناء حلب من العودة لمدينتهم ومساعدة سكانها بعد أن هجرهم منها نظام الأسد قسرا قبل عدة سنوات، حيث أرسلنا سيارات إسعاف وفرق متخصصة للعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الإنسانيين وخدمات الطوارئ الموجودة في المدينة، ونحن نقيم الوضع باستمرار لتكييف إجراءاتنا وفقا للوضع والإمكانيات. لم تتوانى الخوذ البيضاء منذ تأسيسها عن أداء مهمتها في دعم الشعب السوري بكل مكوناته، فنحن من الشعب ومن أجل الشعب. ومن المؤسف أنه أصبح من المستحيل علينا مواصلة تقديم خدماتنا في المناطق التي خضعت لسيطرة النظام السوري بسبب تعمد استهدافه وقتل متطوعين. وعلى مر السنوات من عملنا فقدنا أرواح 313 متطوعا، أغلبهم بسبب الاستهداف العسكري المتعمد لكوادرنا وسياراتنا ومراكزنا من قبل النظام وروسيا. السيد الرئيس، في هذه اللحظات شعور بالخوف ينتابني على كل سوري وطفل وامرأة ورجل، لأن هناك احتمال باستخدام السلاح الكيميائي مجددا من قبل النظام السوري. هذا النظام الذي له سجل كبير من الانتهاكات في استخدام السلاح الكيميائي للحصول على استحقاقات عسكرية، وهو نهج انتهجه خلال سيطرته على دوما في ريف دمشق عام 2018 وفي العديد من الأماكن الأخرى. لقد اعترف النظام السوري باستمرار تصنيع السلاح الكيميائي وتطويره وفق تقرير مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو مؤشر خطير جدا وخرق واضح لقرار مجلس الأمن 2118 واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وإن عدم محاسبة النظام السوري على انتهاك القرار الدولي والاتفاقية يجعل المدنيين تحت خطر استخدام هذه الأسلحة في أي لحظة. ولا يخفى علينا كسوريين تورط روسيا في تعطيل القرارات والجهود الدولية الرامية إلى حل مشكلة الأسلحة الكيميائية، وندعو روسيا للكف عن دعم النظام السوري وحمايته باستخدامها للفيتو ضد القرارات الدولية، والكف عن نهجها التضليلي الذي يستهدف الخوذ البيضاء وفرق التحقيق الدولية في كل مناسبة، وندعوها للكف عن تعطيل مسار العدالة والمحاسبة. السيد الرئيس، السادة أعضاء المجلس، إن حجم هذه الأزمة يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة وخطوات ملموسة لحماية المدنيين وإنهاء الهجمات على السكان والمرافق الحيوية وحماية العمال الإنسانيين والمستجيبين الأوائل، ولا بد من وقف الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك التهديد الوشيك بالهجمات الكيميائية. كما يجب العمل مع جميع الأطراف المحلية والإقليمية لضمان التزام أطراف الصراع بالقانون الدولي الإنساني والامتناع عن استهداف العاملين في المجال الإنساني واحترام حقوق الإنسان لجميع المدنيين بغض النظر عن انتماءاتهم أو هوية القوى المسيطرة على مناطقهم. لا يوجد سبب يبرر الاستهداف المتعمد للمدنيين أو بنيتهم التحتية أو كرامتهم، ويأتي هذا التصعيد في وقت لم يتم فيه تلبية سوى 30% من خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا، وهو أدنى مستوى لها منذ بداية الأزمة الإنسانية. ورغم صعوبة الظروف تقود المنظمات غير الحكومية الاستجابة الإنسانية، وهناك حاجة ملحة إلى التمويل والمساعدات الفورية لملايين المدنيين المتضررين. وأحث المجلس على ضمان الوصول عبر الحدود حتى تستمر المساعدات في الوصول إلى المحتاجين. السيد الرئيس، أعضاء المجلس، لقد ناشدكم الشعب السوري لاتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه الجرائم وضمان السلام، رغم أنها جوهر وجود هذا المجلس، ولكن في السنوات الماضية لم تفشلوا فقط في الاستجابة لهذه النداءات، بل تجاهلت العديد من حكوماتكم المأساة السورية. لقد فشل المجتمع الدولي إنسانيا وسوريا وسياسيا. كانت سوريا أرض اختبارات للإفلات من العقاب، وكان الفشل في محاسبة الجنات له عواقب كارثية تتجاوز حدودنا.
مما شجع الجناة على ارتكاب المزيد من الجرائم في أوكرانيا والسودان وغزة. إن الأزمة الحالية في جذورها سياسية وليست إنسانية، ويحتاج السوريين إلى جدول زمني واضح، إلى حل سياسي يضمن حماية المدنيين، ووضع خطط لفترة انتقالية تؤدي إلى انتخابات حرة وتفكيك شبكات إنتاج وتهريب المخدرات وطرد الميليشيات العابرة للحدود. ومن المهم أن يسرع المجلس من الجهود الرامية إلى الدفع نحو حل سياسي وفق القرار 2254 لوقف الهجمات على السوريين وضمان السلام المستدام. لقد خذل هذا المجلس الشعب السوري على مدى أكثر من 13 عاما، وآمل ألا تقع كلمات اليوم على آذان صماء مرة أخرى. رسالتي الأخيرة لكم ولكل العالم: إن السوريين في دمشق وحلب ودرعا والسويداء وفي إدلب والساحل والجزيرة وحمص وحماة ما زالوا يتوقون للحرية وللتغيير ولبناء وطن كريم يعمه السلام، يحافظون فيه على انتمائهم وعلى هويتهم الوطنية السورية الجامعة، ولن يتخلوا عن حقهم في العدالة ومحاسبة المجرمين. وشكرا جزيلا.